السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم لامي من سوري تنمية مهارات وحلقة جديدة عن حضانتنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي أأمن الحضانة بتاعتي علشان الحضانة بتاعتي تكون مؤمنة وما يكونش فيه أخطار على الولاد اللي عندي في الحضانة. لازم أهتم بعدة حاجات ما ينفعش أبدا أبدا إن أنا أتغافل عنها. أول حاجة الباب الحديد اللي على باب الحضانة، لأن كتير بروح الحضانات وبلاقي الولاد بتطلع تجري وللأسف الباب ما بيكونش مقفول. بيفتحوا الباب يستلموا الأولاد وحد بينادي جوه اللي فتحت الباب فبتطلع تجري. الأفضل إن يكون في باب حديد، مجرد ما بستلم الطفل بقفل وراه الباب الحديد والطفل يدخل الحضانة. وحتى لو سبت الباب الحديد مقفول والباب المكان هو اللي مفتوح مفيش مشكلة عندي. مهم جدا جدا كمان ان انا استخدم الكاميرات واحط الكاميرات عندي في كل الحضانة، في كل الكلاسات، في الريسبشن عندي، في كل مكان يكون في كاميرات تجيب لي كذا زاوية مش زاوية واحدة، لاني انا بحتاج ده في مراجعة الكاميرات. لو بالذات لو انا كمديرة حضانة مش متواجدة في الحضانة طول الوقت اقدر اتابع ده من وانا في البيت بوصلها اونلاين، او في مكان ما انا موجودة اتابع الحضانة بتاعتي. لو جت ولية امر واشتكت اقدر ان انا اراجع الحضانة الكاميرا بتاعة الحضانة معاها. لو طفل ضرب طفل وولد مثلا انا ما عملتش اقدر اتابع. لو طفل عيط وانا مش عارفة في عيط ليه اقدر ابص. لو في مدرسة معينة بتتعامل بشكل مش تربوي مع الأطفال أقدر أشوف. فمهم جدا 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 الكاميرات دلوقتي في أي حضانة لازم يبقى في كاميرات طول الوقت شغالة، وأنا طول الوقت أتابع الكاميرات دي أونلاين لايف كده. طول ما الحضانة بتاعتي مفتوحة أنا شايفة الكاميرات. دي تاني حاجة. تالت حاجة من وسائل الأمان إن أنا لو أنا بقدم وجبات، النظافة النظافة النظافة. ما ينفعش أبدا إني أنا أجيب الحاجات بتاعتي اللي بقدمها للأطفال مكان مش موثوق منه. في أكون مثلا بجيب حاجات وأرميها كده في أماكن مش مؤهلة للتخزين أو مش مخزنة صح. أجيب حاجات وأنساها وبعد فترة أطلعها أقدمها للأطفال. الحد اللي بيعمل الاكل او اللي مسؤول عن الاكل لازم تكون مهتمه جدا بالنظافه، تكون ضوافرها مقصوصه، تكون نظيفه يعني لبسها نظيف، تكون رابطه شعرها وهي بتعمل الاكل. انا لازم اشوف دوت بعيني وابقى متاكده 100% ان اللي بيعمل الاكل ده حد يعني جدير بانه يعمل اكل للاطفال. لان بشوف حوادث كتير جدا بتحصل بسبب الحضانات اللي بتقدم وجبات للاطفال، وللاسف بيكون الوجبات دي فيها مشكله او بتاثر على مش على طفل بقى، يعني بتاثر على اطفال كتير بالذات اللي مناعتهم بتكون ضعيفه. لان في السن ده الاطفال بتكون مناعتها ضعيفه جدا وبتتاثر باي ميكروب يدخل لهم. مهم جدا جدا ان انا احافظ على سلامه نظافة المكان اللي بيتعمل فيه الأكل نفسه. يعني الأدوات اللي بتستخدم للأكل نفسه تكون متنظفة كويس. اللي بيعمل الأكل يكون نظيف، ضوافره نظيفة، غاسل ايده، مهندم حتى في لبسه، يراعي ربنا وهو بيعمل الأكل ده للأطفال أكنه بيعمله لبيته بالظبط يعني. كمان مهم جدا جدا ان باب التويلت يكون مقفول طول الوقت علشان الاطفال بتدخل التويلت يعني انا مش عايزه اقول بقى بتعمل ايه، يعني احنا كلنا عارفين طبعا. ولو في بانيو كمان غلط جدا جدا ان الطفل يدخل، وممكن التيتشرز مشغولين والناني مشغولين بيدخلوا والبانيو ولو في ميه سخنه لا قدر الله، فده غلط جدا. في اطفال بتدخل على التويلت نفسه تلعب في التويلت، وده طبعا شيء يعني مش عايزه اقول لكم هو
مدى خطورته قد ايه. مهم جدا جدا ان احنا نهتم بنظافة التويليت طول الوقت، يكون التويليت نظيف وناشف علشان الاطفال لو دخلت ما تتزحلقش، علشان لو في لا قدر الله اي ميكروب او عدوى ما تتنقلش للاطفال. يكون في متابعة مستمرة ونظافة مستمرة ورا كل فرد يدخل التويليت. لازم التويليت ينضف، ما نستناش لحد اخر اليوم وفي اخر او الصبح مثلا اول ما الحضانه تفتح ونبتدي ننظف التويليت مره واحده في اليوم وطول النهار. لا، اكبر غلط، اكبر غلط ان احنا نعمل كده. التويليت كل ما حد بيدخل لازم انضف التويليت واعطره، والديتول اساسي عندي. ولو في مقاطعة دلوقتي ممكن نشوف في الكلور مثلا، ولكن طبعا ما ينفعش ان انا اعمل روائح يعني نفاذة قوي عشان صدر الولاد. فاشوف لو في دي كلور يكون مخفف يعني. لاني بروح فعلا حضانات وبلاقي ريحة فينيك بتكون شديدة جدا جدا، وده غلط على ولادنا. فياريت نراعي الموضوع ده حتى واحنا بنطهر المكان اللي احنا عايزين ننضفه. طبعا انا مش عايزه اتكلم عن نظافه المكان بشكل عام لان دي حاجه طبعا مفروغ منها. انا حابه بس كنت عايزه اتكلم على المطبخ والتويليت بشكل خاص، لان كتير بروح بلاقي فيه يعني عشوائيه ونظام كده. يعني هو مش نظام الحقيقه، هي يعني عشوائيه كتيره قوي في المكان. بحس من خلالها ان ده فيه خطوره على الولاد. من وسائل الامان كمان ان انا لازم الفيش بتاعة الكهرباء تكون مش في متناول ايد الولاد، ما تكونش تحت، تكون على مستوى عالي. ما سيبش سلك مدلدل زي سلوك المراوح اللي بروح الحضانات واللي بلاقي السلك والفيشة مدلدلة كده ومستنيه الطفل يحط الفيشة في الكهرباء. ده اكبر غلط يا جماعة، بعد اذنكم ناخد بالنا. لان لا قدر الله حتى لو الطفل يعني ما طالش ان هو يحط الفيشة، ده ممكن يشد المروحة تقع على دماغه. فناخد بالنا، دي يعني حاجات مفروغ منها، المفروض ان احنا ناخد بالنا منها من غير ما حد ما ينبهنا. ناخد بالنا من وسائل الامان، ما نخليش حاجة تقيلة ممكن الطفل يشدها على دماغه تكون على مستوى عالي. الالعاب اللي الولاد بيلعبوا بيها تكون العاب امنة، ما تكونش مثلا اخشاب فيها حروف تعور طفل، ما تكونش بلاستيك فيه حروف. الولاد ممكن يدخل في ايده خشبة لا قدر الله يعني تعمل له ميكروب. وده انا شفته برضو قدام عيني. البلاستيك اللي بيعور، البلاستيك الحاد بتاع الالعاب، لو اللعبة اتكسرت بتعور الاولاد. في العاب بتبقى صغيرة جدا الولاد زي مثلا سبورة الدبابيس على على سبيل المثال. الدبابيس بتاعتها صغيرة جدا وبنسيبها في الارض كده، بيبقوا الولاد بيلعبوا بيها، بيجي طفل صغير مش عارف دي يتعمل بيها ايه بيحط الدبابيس في بقه. اكبر غلط الكور الصغيره اللي الولاد اللي هو في سن 4 5 سنين بيلعبوا بيها. الاطفال الصغيرين اللي بيبقوا بيحبوا في الحضانات بيمسكوها ويحطوها في بقهم. ده اكبر غلط. يعني في حاجات كتير الواحد بيشوفها ومعرفش ازاي بتغفل عن الحضانات او عن التيتشرز او عن الناس المسؤولة في الحضانة، ان دي وسائل غير آمنة وتعرض للأطفال لمخاطر كتير وهم مبيبقوش واخدين بالهم. الحاجات دي يا جماعة من أساسيات الأمان. لما يبقى عندي مثلا تكون مثلا في الدور التاني ولا حاجة وحاطين كراسي في البلكونة، والبلكونة ما فيهاش حديد أصلا يتقفل بيها. طب ما الولاد هتطلع على الكرسي يعني أنا شفته الكلام ده بعيني يا جماعة، انا شفته بعيني. فانا بتكلم عن حاجات شفتها، مش حاجات انا يعني سمعت عنها او اتقالت لي، انا شفتها من كتر ما الواحد راح حضانات وشاف. يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها بديهيا كده. فمهم جدا جدا ان انا اخد بالي من ادواتي، من الاساس اللي انا بقعد عليه الولاد، ان هو ما يكونش اساس ممكن يسبب ضرر او اذى للولاد. الحاجات اللي الولاد بيستخدموها طول النهار، الاقلام الرفيعه قوي اللي الولاد بيقعدوا بيبقوا ماسكينها ويحركوها في ايديهم وممكن يصيبوا بيهم زمايلهم او يصيبوا بيهم نفسهم. ناخد بالنا علشان دي مسؤولية وأمانة هنتسأل عليها يوم القيامة أولا. ثانيا يعني أولياء الأمور يا جماعة، يعني الحاجات دي بتفرق معهم جدا، يعني صحة ولادهم في الأول وفي الآخر
دي صحة ولادهم، فلازم نهتم بيها علشان نرضي ربنا أولا سبحانه وتعالى، وثانيا ربنا يكرمنا في شغلنا وفي دنيتنا بإذن الله ويوسع علينا رزقنا. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني اكون لخصت لكم الموضوع كده بشكل سريع. سعيدة جدا بلقائكم واتمنى اكون اسعدتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.